السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا المجلس الجديد من مجالس الرحمة. أسأل الله جل في علاه أن يكون مجلس رحمة، مجلس علم تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. الحقيقة أنه هذه الحلقة هي حلقة جديدة في مضمونها وجديدة في شكلها، لأنه الضيف بتاعي النهاردة وضيفكم وضيف القناة هو داعية أردني الجنسية من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ويقيم في السويد. داعية شاب عجبني جدا أسلوبه لما دخلنا عليه على الفيسبوك وشفنا الفيديوهات اللي هو نشرها، بتاخد لايكس أو بتاخد يعني إعجابات بالملايين، لأنه هو فعلا قدر يخاطب الشباب، قدر يخاطب الكبار، قدر يجمع بين الدعوة في الشرق الأوسط والدعوة في أوروبا. عايز أعرف منه حاجات كتير، يا رب الحلقة تكفي إن شاء الله بإذن الله. يعني أعرف منه إنه يا ترى الغرب ده بيكرهنا، يعني هل إحنا صحيح كما يصور بعض أجهزة الإعلام المسلم كإرهابي صحيح وهو متطرف؟ هل يعامل هذه المعاملة في أوروبا وأمريكا؟ هنعرف منه طبعا لأنه هو عايش في أوروبا منذ فترة واطلع على المجتمع ويعمل هناك أيضا. عجبني تعليق من أحد الزملاء في التلفزيون الأردني لما بيقول إنه طارق أبو خلف ارتبط اسمه بمبادرات الخير. والحقيقة إنه هو أنا من زمان وأنا أناشد وأطالب بهذا الأمر، إنه يا جماعة الدعوة لابد أن ترتبط بالفعل، لأنه إحنا مش هنفضل نقول كلام كتير. إحنا في عصر متقدم ومتطور جدا، والدنيا حوالينا ماشية بسرعة الصاروخ، فلا يجوز أبدا إن إحنا مجرد نكون ناس بنتكلم وخلاص او بندعو الناس بالخير وبس. طب انت بتعمل فين الخير انت بتعمله؟ او انت قدمت لمجتمعك ايه؟ او قدمت لدينك ايه؟ فالاستاذ طارق ابو خلف بيشرفني النهارده في مجلس الرحمه. هعرف منه ان شاء الله حاجات كتيره، ومن البدايه كده انا استأذنته لما يسافر تاني للسويد ويرجع ان شاء الله يتصل بينا ونتواصل معاه. ايه اخر المبادرات الخيرية، ايه اخر الاساليب التي يستخدمها في الدعوة. يعني يشرفني كثيرا ان التقي في هذا المجلس المبارك مجلس الرحمة النهاردة الداعية الاردني الاستاذ طارق ابو خلف.